بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. انا ام احمد وهعمل معاكم الغداء السهل البسيط الجميل ده. بس قبل ما نبدا بقى كده في اي حاجه، لو اول مره تشاهديني فضلا وليس امرا اشتركي في القناه وفعلي الجرس على الكل، ويلا كده نشير الفيديو عشان الكل يستفيد، وما ننساش بقى نحط لايكات كتير كتير عشان الفيديو كده يوصل لكل حبايبنا. تمام، يلا نسمي الله كده ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشوف هنعمل ايه. يلا بينا حبايب قلبي. اول حاجه كده معايا تقريبا بالظبط كيلو الا ربع من اللحمه المفرومه، وطبعا فرمه عليها كده القطعه من الدهن. تمام، مفرومه معاها. هنضيف عليهم بقى برضو حوالي كيلو من البصل، وكمان عليهم ربع كيلو من الفلفل الالوان، وطبعا معاهم الايرن السبايسي وده حسب الرغبه. تمام، وفرمتهم كويس كده فرمه كويسه ونزلت بيهم على اللحم. هنحط بقى الاضافات بتاعتنا او التوابل. حط طبعا الملح الاول، ونص معلقه كبيره من الجنزبيل، ونص معلقه من الفلفل الاسود، نص معلقه من السبع بهارات، ومعلقه كبيره كده من البابريكا. وهنزل عليهم بمعلقتين كبار من بهار الحواوشي، وده اللي هيوديه في حته تانية. خلاص، يبقى احنا هنعمل ايه مع بعض النهارده؟ هنعمل حواوشي. وهمسك بقى المكونات دي كلها هعجنها كده في بعض عجنه كويسه. وهنا بقى جبنا العيش ده احنا جايبينه جاهز من الفرن من بره، عيش اسمه عيش الحواوشة. طبعا جبتها بفتحها كده بالمقص من الجنب فتحة كده، يعني ايه، نص الرغيف. تمام، العيش ده ما شاء الله طازة حلو قوي، مش سهل عليكي. ممكن تعجنيه عندك في البيت وتعمليه. وصلت معايا لغاية هنا حبيبة قلبي ولا لسه؟ حطيت اللايك ولا لسه ست الكل؟ يلا كده بسرعة حط اللايك عشان الفيديو كده حلو ويستاهل. وطبعا انا فتحت هنا الكميه كلها من العيش. مش عايزه اقولك ان النهارده بالكيلو الا ربع ده عملنا 30 رغيف حواوشي. تتخيلي؟ اي والله زي ما بقولك كده. مسكت كده الكرة زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وبحطها في قلب الرغيف وببططها كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده. تمام اهو، ما شاء الله القطعه حلوه والكرة جميله خالص ما شاء الله، ماليه الرغيف. اهو هعمل كرة تانية كده زي ما انتم شايفين، وبرضه هكورها كده وبحطها في قلب الرغيف وببططها وبفردها في الرغيف زي ما انتم شايفين برضه بالشكل ده. والريحه بتاعت اللحمه ما شاء الله جميله وزي الفل اهو، شايفين؟ بصوا زي ما بقول لكم كده. طبعا عملت الكميه كلها زي ما انتم شايفين عشان ما اطولش عليكم الفيديو برضه. انتوا 5 رصات في 6 رغيفه، يعني 30 رغيف زي ما قلت لكم. هجيب بقى الصينيه بتاعتي وهدهنها بقى هنا بالسمنه، وهحط العيش بتاعنا، وكمان هدهن العيش من فوق بالسمنه. لو عندك بقى حته ليا ولا حاجه كده حطيها في الصينيه، بتودي برضو ايه الحواوشي بتاعك ده في حته تانية خالص. لكن للاسف مش عندي حته ليا، والدهنه اللي عندي فرمتها في اللحم. تمام، وهنا حطيتها بقى في الفرن زي ما انتم شايفين كده. مش عايزه اقول لك الريحه ماليه البيت حاجه كده زي الفل. الحواوشي بقرمش. مش عارفه انا خبطت لكم عليه وما جاتش ليه. وطبعا كان في فريق واقف عايز ياكل، فحطيت لهم زي ما انتم شايفين مقطعاهم من الطماطم. وهنا خلصت الكميه كلها ما شاء الله. كان في ناس كلت قبل كده، فريق كل يعني كان مستعجل وراهم مشاوير. وهنا الباقي طلعته بقى هنا. وطبعا زي ما انتم شفتوا كده كمان في الفيديو، لو انت مش عايزاه مقرمش جيبي حله وحطيت فيها ورقه زبده ورصيت فيها كده وغطيت عليها يطرى. واللي يحب المقرمش كل المقرمش، واللي بيحب الطري كل الطري. والغدا ما شاء الله جميل جدا وسهل وخفيف ويومه خلص يا جماعه، مع شويه طماطم متقطعين وخيار زي ما انتم شايفين كده، وكمان شويه مخللات الزيتون بقى مع الليمون مع قرن شطه. وكان ده الغدا بتاعنا النهارده. بجد جربوا بقى طريقة الحواوشي كده، الحواوشي الاسكندراني ده جميل جدا جدا. وده الفيديو بتاعي كان معاكم النهارده، وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا. حبايب قلبي، مع السلامة.